بدي اصير معدتي يعني شلون المعده بتتحول لاوروبيه ولا من الاساس هي لازم خلق الله. يعني انا كيف بدي اصير مثل اوروبا هالمعدتي؟ لانه هذول باكلون لحالي انا. شلون بدي اصير مثلكم انا؟ لاقي لي حل. مونجارو انت تاكل كثير. ما بناكل ندوخ ما في. لان نحن معدتنا عربيه متعودين ان نضل ناكل لتسكر عيوننا ونشخر بعد الاكل وننام. شلون بدنا نصير مثلهم؟ ما في نص. انا بدي يصير معدتي تصير مثلكم. هي بصير مثلكم. شلون؟ صعب صعب مو خلص فقدنا الامل. مونجارو عم يعيدوا النظر هلا فيها ما سدت لي نفسي. هل بتضحك. لا انا ولا امي صارت تاكل اكثر. بس لا والله جابت نتائج. لا جابت نتائج خطيره بس ما تاخذوها لمده طويله. رجاء ما تاخذوها لمده طويله. يعني خذوها مثلا بدكم تاخذوها وتاخذوا جرعات خفيفه. انتبهوا من اضرارها. جرعات خفيفه اول مره تاخذوها مثلا ماكسيموم للاوزان يعني بتحس بيعرف انه عنده زياده دهون قديش عنده 15 كيلو 10 كيلو. خدها مده شهرين. هدي شهر رجعوا خذوها. اشربوا مي كثير. انتبهوا كل هوايتكم عمله هيك ما يصير لها شيء. اوكي هي قلب اول مره رح ذوق عند ما اكلي محاشي عندنا من قبل. لا مو المحشي السلق. السلق. يعني عم بحكي على السلق انا. عم هي شلون بنلفنا. ما لقيت كوسه عندكم باسبانيا. ما في كوسه من هاد. وهيك طولها. ايش في؟ بدها مقور. بدها رفش ليعفرها. والباذنجان والخيار. ايه كل وحده طولها متر. ليش طيب هيك مكبرينهم؟ بدنا معقول ما في صغير ابدا بكل ما في حبيبتي. انا دخلت لانه دخلت على محل الخضره هونيك عم تستكشف. ما شفت كوسه طولها متر. باذنجانه مترين. كمان بالحب بتاخذ. ايه بس الفكره شلون هذا بيطبخوا محاشي؟ بيقسموه. ما في محاشي. لبعض كل اوروبا هيك سيد راسي. كل اوروبا هيك. شو الحال حبيبي؟ شو الحال؟ يعني بدنا نطلع نقضي عطلة الصيف 3 شهور برا. ناخذ معنا مونه مثل امه. اخذ معي كوسه ابعته بالشحن. ابعت معي اخذ كوسه وباذنجان وورا. لا عنب بيلتقى بس بدنا كوسه والباذنجان هذول اهم شيء. عملنا مصيبه هي. قولي على بعضي. احنا قلنا المحاشي واليوم ولا حدا يقرب علينا. البسبندوره حبيبي بعطيني البسبندوره. عمل كوسايه طولها من هون لهنيك. كوسايه مصيبه مساكين. هلا بقول ليش ضعاف انتم. هلا عرفت ليش ما في دسم. ما في لانه ما في هذا كوسه. ما بحياتها تغلي واحد. بايا بحياتها ما بتسمن. الاكلات لا معتمدين اكلهم اكثر ستيك. ستيك وجبات سمك اللي هي مثل البايية والباقي الاسماك يعني جميع الاسماك معتمدين هيك. من هيك انا رجعت انا نازل وزني كيلو و800 يعني 2 كيلو وزني نزل عندكم خلال اسبوع. كمان لانه امشي كثير. ايوه بجوز لانه مشيت كثير كمان. هلا هنيك بيمشوا كمان حالاتي. ايه بيعتمدوا المشي السيران على الاقدام والبسكليتات. يلا الله يعطيكم العافيه. انا ما بدي يضل بالمطبخ. ما بحب فوت المطبخ كلي على بعض يعني. انا ما بدي ادخل على المطبخ بس بدخل وقت الضروره يعني. شفتوا انا جيت وقت الصح. شو حبيبتي؟ يا عيني عليكم. صفي يا حماتي. صفي الله لا يحرمنا هالصفي سيدي ومولاي ولا هالاكلات الطيبه. انت ما خلصتي. شو عم تنسجي انت؟ شو عم تعملي حبيبي؟ ما خلصتي يا حياتي. يلا حبيبتي حطوه بقى على الغاز لانه صارت الساعه 6. لو ما انتهيت بشو اسمه مهم ما اكون انا السبب. هاي شو بدك انت؟ شو بدك احكي؟ شوفي هون مرقه اللحمه. ايوه بدي امن رح تحطوه على الغاز مشان ارتاح ضميري. ما بقعد بدخل على المطبخ ليخلص. ايوه قال استغربوا. قلبها بتحكي عربي. قلبها عن جديد عم تعمل دروس يعني عم تحكي عربي. حبيبي عامل قبل دورات البنات. ايه بس مو هي وعوني ما بيحكوا مع عوني ما بيحكي معها. بيحكوا انجليش لا بيحكوا اسباني ولا بيحكوا. هي عربيتها تحسنت لما
لما صارت تجي لعنا وهيك مع الاولاد. ايه لا، وهلا هونيك باسبانيا عم تدرس عربي في ميس عم. عندي مدرسة هي من لبير. وين؟ لبير. من لاذقية. من لاذقية عم تدرسك؟ يا عيني عليكي. خلص نحن رح نشوف الإدلبية كمان تدرسنا. شو اسمها؟ مس رهف حبيبي. بحكي معها والله نحن كمان يعني لازم تقوى انجليزيتنا اكثر من هيك. طبعا. نعم. هلا خلصنا حالنا الامور تمام، بس مو هيك يعني. اكيد انجليزي هي اسمها الانجليزي المفشكل، فنحن بدنا نرتبهم. يعني كيف ميرو مثلا بتيجي بتحكي لكم كلمه بالعكس بالعربي لانه اخذه على الانجليش. يعني مثلا شو قلبه، شو قالت؟ قلبه خالته. قلبه خالته تعكسها. لكن يقول قلبه خالته قلبه. فانه واحد عادي ولو كان عكبر، بس انه اللغه مهمه. لو بوقت متاخر مو مشكله تاخر، بس مشكله انك ما تتاخر. شو المشكله هيك؟ هات انت الجو خلص. كمان اولادنا في اشياء بيحكوا بضلوا يحكوا معنا مصطلحات انجلش. لا اولادنا انجليزيتهم قويه حبيبي. عم يحكوا مع قلبها كانوا. لا ما بيحكوا. عم تحكي معهم عربي كنتي ميرو سند؟ ميكس انجليزي وعربي. بس هن عم يفهموا عليكي انجليزي وعربي. اكيد. ايه لانه اذا ما بيفهم شيء بعربي قالوا لي بانجليزي. اذا ما فهم، اذا انت ما فهمتي. ايه. اذا ما فهمت عليهم بالعربي بيحكوا معها بالانجليزي. يعني اذكياء الاولاد ما شاء الله، اذكياء. مدرستهم معلش مدرستهم انجليزيه، المس بتيجي بانجليزي. ثانك يو سو يعني لو هيك انجليزيتها مثل ريتش وننوش بس لا احسن. لا انجليزيتها اقوى. جود انجلش يعني بدكم تقولوا 60 70% ثانك يو سو منيح. بس هذا الشيء كله منيح يعني للاولاد، فاجباري بيلقطوا اللغه. لنشوف هلا نحن كمان لا تنسى انه هم صغار بيلقطوا اسرع. شو بتدرسي بدك ندرس انجليزي؟ ايه حلو الانسان يتعلم. شو رايك؟ هلا عاوني على الشغل. تعلم كان في تركيا بحكم شغله مع يعني مع حد يعني لغته الانجليزي، فتعلم على الممارسه. عمي نفس الشيء، كان بشركه شركه نفط. الاداره تبعه وكل اللي بيشتغلوا اوروبيين. عمك ما معه خامس ما معه. والله بس مو غلط، ما بيها شيء. خالطته مع الاجانب تعلم اللغه. تعلم عمره 13 سنه مع الاجانب بالمجال البترول يعني. اجباري بده يتعلم اللغه. هلا نحن يعني انا عاجز فيني. انا معي ما بعي، الا على عمي بس انه بعرف يعني نوعا قواعد الاحرف الامور هاي. حتى بابا نحن كثير حاول معنا. لا خلص بدك مشان اخبرها. ايه والله. يا عيني عليك يا ننوش. على فكره 3-4 شهور انت بتكرجي كرج فيها اللغه. ايه ما تفكري. اذا حط كمان الاراده يعني واحد اذا بده بدك ليش تتعلم. لا؟ ريتشو الانجليزي احسن ما تجيب مدرسه انجليزيه يا عمري. لا بنجيب مدرسه بتعطينا دروس انا وانت مجهز الورقه والقلم. ما بدها الله يخلينا. المس رهف. اي المسرح عمل لك. هي انا مفورة قلت لك ادلبيه من الاول. قلت من ادلب. انجليزيتها رهيبه قويه قويه والله. الامي قادره ما شاء الله عليها، وعندها 100 طريقه وطريقه لتدخل الفكره بالمخيخ. فظيعه بالاساليب اللي عندها عن جد ما شاء الله. ما بيصعب عليها لا ولد ولا شيء. عم اقول لك اذا امي بدها تعمله بسم الله عليها ما شاء الله. وبالها طويل وعندها اللي عجبني انه في عندها طرق. يعني انت بتعرف انت مثلا تجيك من غير طريقه. طب ما فهمت علي هيك رح افهمك اياها بغير طريقه. بتعطيك 4 5 10 خيارات، المهم بدها توصلك. انا والله مو بقعد معها بدرس مع مريم. هلا رهيبه الرياضيات على زماننا كيف نجمع وكيف نطرح. يعني هو اوكي ما تغير الطرح والجمع، بس الاساليب مثلا شو صارت تعمل مثلا على فكره السنه الجايه ببلشوا فيها انه الجمع والطرح وهدول. هي من هلا بتعطيها اياهم. هي من هلا مريم بدها تهيئها اجباري. فكيف الطريقه صارت لها ماما بتعرف عنيا. لإلي انا انه ماما بتعرف عنيا اقلام التنوين. مثلا هاي 5 اوكي بتجيب 5 اقلام 1 2 3 5 بتحطهم على جنب. 1 2 3 5 وين 4 حبيبي؟ 1 2 3 4 5 ايه. مثلا شايف 5 اقلام تلوين حطيتهم على جنب بلس مثلا 2 بتاخذ مثلا كمان قلمين وبتجمعهم مع بعض. ايه بتجيك على عقل الطفل. لا شوف انا كيف بدها تجيني على عقلي انا مين بده يجي على عقلي انا. بتحط لك اهم شيء بالدرس ما اكون جوعان، تكوني مفطرتيني تكوني او غديتيني حسب. ايوه يبرق ومحشي جنبك بمشي حالك. ايه نحن هلا بدنا نشتغل اهم شيء على المحادثه. يلا لا اروح اجري المكالمه. يلا ما بدي ما بحب انا اصلا ما بحب اضل بالمطبخ.
انا خبرتكم بالفيديو اني نزلت الصور وهيك، فقلت خلص تركت كل شيء من ايدي ورحت اساوي الصور، نزلتهم، اخترت يعني منهم الصور اللي بدي اياهم ونزلت لكم اياهم كمان على الانستغرام، ونزلت لكم فيديو اليوتيوب. روحوا احضروا ورجعوا نطبخ محاشي انا وانتم. هلا ماما هون حطت اللحمه لانه نحن بنسلق اكيد قبل ما نحط المحاشي، لانه اللحمه هي مو كبيره بتاخذ وقت. وجبت سلق كمان، مشتهيه كثير على السلق. السلق طبعا ما فيه روح، ما فيه روح كثير، فبس حطيته لماما مي سخنه حتى بنحطه على الوش نحن. وهلا رح نحشي هون المحاشي. بس اول شي بدنا نعمل التبله. طبعا اكيد بما انه البركه كلها هون فما في داعي مد ايدي انا، هي بتتبلنا بايديها الحلوين، انا بكون ما عرفت شلون. بحط لها هي بتتبلنا الكل، لانه نحن بلاهم ما فينا اساسا. بسم الله. احطكم هيك. ايوه. اول شيء الاسد هذا اللي طحنته. ايه بدي احط نصها يا ماما. ايه نص امي. طبعا بنحط لي اكيد يعني عصير السقسقه او النغنغه. هون فلفل اسود. خلص صح. نحن بالمحشي ما بنحط شرحات ليه، لانه ما رح يعني تفرط مثل ما بيكون باليبرة. عرفتوا كيف؟ هاي فلفل اسود. لا نحط القلصين. هذا بهار حلو. وكمان بنحط وين قلت ماما؟ القرفة ما رح كتر. لا ما تكتري. هيك القرفة اللي عندي كتير كتير كتير. هيك شوي كمان. شوفي هاد التقوية تصير مخرج. والله ثقيلة ما. لا منيحة. هون الملح. واحدة اثنين وهي ثلاثة ايه وواحدة هيك. خيتي نحط نعناع. نعناع كتري. طبعا كتر ونعناع. هذا النعناع مو البلدي اللي جايبت لي ماما، هذا خلصناه برمضان ما شاء الله على السلطات بعدين وال ايه بس. وحد شوية ملح ليمون. انا ليش عم عطسني البهارات كثير. خليني احط لك شوية مي. حطيلي دبسة لبنان دبسة بندورة. خلص رح طلع كمان الكبة نعملها الصينية. ما عملناها نسيناها برمضان. خلينا نطلع نعملها. هلا عشان ما احس حالي اني كبيت منه، شو بعمل؟ نقطة مي. بحط بقلبها نقطة مي. لسه شايفين لسه في بقلبها، بدها مي سخنة هي. ساعدي المي عشان تتحرك بالزيت معنا اكثر. توم ما حطينا. يلا رح احط التوم، لكن التوم اساسي. معقول في حدا ما بيحط بقلب المحشي توم؟ عايز تحطي ماما؟ صار منيح. لا معقول في حدا ما بيحط بالمحاشي توم؟ مستحيل، ما بصدق. في عم بترغب له بالمرقه. في ناس بتحط المرقة. ما حسيته بيعطي النكهه يعني المضبوطه. يعني انا جربته عرفتوا بس ما عم صحيح مش عم هيك. وطلع ما شاء الله طالع الشمس بس في هوا برا، يعني ما فيني. الشجر حاسه بده يطير. شوفوا كثير الهوا قوي والله. يلا نبلش حشي. عم يهرب من الاتفاق، الله وكيفكم عم يهرب. هلا لانه امي قالت له انه انتوا اتفقتوا على تياب انه شو دخل الاكسسوار، قال إيه لا
ما بس انه مشتريات، لا نحن ايه ابو حماية حماية هلا اثبتي من حماية لحمايتي يا حوينة طلعوا له للسور يا حوينة لما كنا عم نصور. ما دخلني بس انا حكيت، بس هو انا بقصد انه مشتريات. لا ليش ما كنت عم تقصد لما كنا هلا وقفتي لي على الكلمة يعني بفهم من كيف. لك يعني تحدي هذا بدك تركز بالكلمة. فخي امي شو؟ فخي امي يا ولي شو تغشى. يا هاي القصص تعرفوا امبارح لما كنا انا وريتشو على التحدي، ذكرت انا واخي كمان كنا هيك على طول عايش يا نذبح امي يا كرمال الله انتوا والتحديات. صارت امي بس تسمعنا نقول ما تتحدوا ما تترحب ما كذا، هاي ضرورية الخناقات. ماشي يا عبلة حبيبي. امي شو حكيت؟ ماشي. هي انا حكيت كلمة غدرتيني طعنتيني هيك طعن خاسرتي حكيت كلمة الحق قمت انقهرت. بس سكينتك لكليتي يا يا لطيف خيي طعنتيني يا حماتي. فما عم دلل راح عم بقول له رح اعمل لك قطايف اليوم. ايه قطايف رح طلع الكل قطايف حتى عم دائما انا باكل قطايف كلها العمر هذا الواحد. مثل قطايفي ما بتاكل. بعدين انت غيرانه مني لانه ستايلي صار حلو، عرفتي؟ بدك ترجعي تنصحيني، صرتي تغريني بالاكل. انا غيرانة منك؟ ايه غرتي مني. ليش في وحدة في احلى من انه وحدة تشوف جوزها حلو ومرتب وكذا ومعضل. معضل؟ والله يعني معضل معضل بالمشي، يعني والله معضل بالمشي. يعني ابو عضل. ايه تنشوفكي. ايه ابو تنشوفكي. شو صار يلعب هون؟ شو حبيبي هون مو جيم، هون المطبخ. ايش عم والله صار لي 10 ايام يا عمي مشينا مشي ببرشلونة. اليوم رايح ترجع على الجيم. ايه لا عندي تعضيله غير شكل 10 ايام وقف بس يلا انا مفكرة بلش اروح معك نتسلى. يلا اسجل لك. والله هو اخيرا شكرا يا رب. لا الله هذا والله تهتم بصحتك والله، لك ان تهتمي بصحتك. اذا صحتك امانه هي يعني هي الله امانه اعطاك اياها، عرفتي؟ ماشي فهمت حاجة تصير على راسي. بدك تهتمي فيها. رح اروح والله مشان نتسلى ونغير جو عن جد. تصير تشاركوا روتينا بالجيم. ياي هلا انا رايحه كرمال انه عن جد بدنا نشوف لك كوتشيه بقى. كوتشيه. انا عندي كوتش، بدي اشوف لك كوتشيه. على فكره لا الكوتش تبعي طالع بده يتزوج هلا، بده يسافر، بس يرجع بده يجيب كوتشيته معه. والله مرته ايه خليها ما بعرف اذا رح تكون بنفس النادي خليها هي تمرن. ايه ليش لا يجي هيك ساعتها كوتشيتي وكوتشيتك. حبيبي قلبته مارك شو اسمه جوتشي. شبك جوتشي وجوتشيتك ايش بك مو هيك؟ الكوتشيه تبعك شو بيقولوا؟ شو جوتشيتك؟ هي بالعربي المدربه تبعك. الكوتش هي كوتشيه اذا هي انثى. جوتشيتك. لا كثير هيك. من اللحمه شو تصلى روحي؟ يلا حبيبتي يلا. ها؟ عشرة حتى رحت اكل على اللحم ريتشو. يلا مجنون كيف يا حبيبي اوه كان عم غني في غنية جزراوية بتصلوها. يلا خلص حكيناها مجنون كيف. كثير حلو. هذيك لعيون حماتي الغنية اللي هي حياتي اللي عم تخدرني صارت هلا عن جديد. دحشت لي البنجانة بظهري. أنا ما بقدر. غدرتي حماتي. لا غدرتي فيني. لأنه حكيت كلمة الحق صرتي غدارة. شفتي أمي؟ ما في. لا. لازم تكوني مع صهرك ظالم او مظلوم. يا لطيف هي صهرتي انا حيمي بنتكي. ايش يعني؟ أنا بنتي يعني شو؟ توقف معك على الغلط؟ انا ما غلطت اذا بتريدوا. لا غلطت غشاش. استغفر الله. كثير تضربيني. راح تسكتي ولا عبيكي بقلب هربات الجاني عشيكي مثل ما عم تحشي الرز. I love you. ليش انت عم تحس بالمطبخ؟ لك طفي تحت الطنجرة. راح ما طفى. ما رحت هون جنبها انا بس ما طفيت، هيك عم فكر بنص جديد. نصبة جديدة. انا بوجهك بنصبة جديدة قال. كله بهاللعبة. كله ما في مكان حبيبي. همك استلمتك رمضان. هي اذا كان في مطرح. عم صارت تحفظ على حالها، اجي لعندها اقول لها كله بهاللعبة، تطلع فيني تقول لي هي اذا كان فيها مكان. حفظت الدرس. يعني اروح اسجل
رح خلي قلبها تعلمني الطبخه وانا اطبخها. مش ما الا المخلوقات تطبخ لي، لا عيب مو هيك. هاي البايلا اللي اكلها منها ريتشو ببرشلونه اكيد هي بتعرفها، يعني اكيد بتعرف كيف طريقه الطبخ تبعيتها وهيك، فبتقلي عنها انه ريتشو عن جد كثير حبها وبصير اطبخ له يعني، ما عندي مشكله. امي الرز تبعها مو مثل هيك انه نحن بنطبخه العادي، لا. هو ما خبرني ريتشو لانه انا ما اكلت منه، ما حبيت. مدري دقت لقمه، لا ايه دقت لقمه ايه. الرز بيجي هيك فيه قرطه مدري شلون على البخار يمكن. لا مو بخار، بضلوا يسقوه مدري بشو ايه وهيك ما بيحركوا ما بيقلبوا شيء فيه ابدا، بضل فيه هيك لدقه يعني شويه قرطه. لكن ما بعرف كيف شو بيستخدموا شو بيحطوا، ما عندي فكره. فبسأل قلبها عنها وبتخبرني كيف وبعمل له اياها لريتشو. الواحد يتعلم اكلات جديده، بس انا بالنسبه لي ما انه يمكن كان بالسمك هذا الروبيان يمكن لهيك ما تقبلتها. النباتيه ريحتها بتشهي، في نفسها هي بايلا مدري مايلا مدري كان اسمها هاي الاكله. في منها نباتي في بالسمك، النباتيه ريحتها بتشهي، بس انا فكره الرز هيك فيه قرطه ما حبيت. متعودة. ايوه ماني متعوده بالضبط، حسيت في شيء غريب. فقلت لها ريتشارد شي مره طبخت الرز على السرير كان فيه هيك قرطه او نكزه صغيره بدك تاكل منه. انا استغربت انه ريتشو يعني مستحيل تقبل رز انه فيه هيك قرطه او شيء، فاستغربت. فقلت له هنيك كذا اذا شي مره طبخت بسرعه وكذا وكان في بتعرف اذا ما تهدى الرز وكان فيه لو قرطه صغيره بدك تاكل، ما بدي اسمع منك شيء. بكان الحشو ما رح تكفي يا عمري؟ كيف؟ بدي احشي السلق. والله السلقات كبار غير شكل. انا عملت السلق مره مع الدولمه العراقيه، نحن ما بنحط بصراحه بس بندوره فليفله يعني هيك فيك تحطي اللي بدك اياه. فينا نحط اللي بدنا، بس نحن انه بالعاده كيف نطبخ المحشي قصدي ما مش شيء كوسه باذنجان ايه. فلفل بندوره، حتى اكثر شيء بنكتر بس الكوسه نحن، يعني لانه نحن العائله تقريبا كلها بتميل للكوسه اكثر شيء، فلهذا السبب. ما بتحشي كثير انت لا انا ما عم بحشيها كثير، هي نص تقريبا. شو اسمه والله اشتهيت عليهم منيح لحالي، الدليفري جاب لي اياهم. هلا ما لهم كتار يعني كم وحده بس هيك، شفتوا؟ من هيك كثير عم بحشيها بس نص ماما. بس نصها هي. خلينا نجيب السلق وبلش فيه. ما ضل كثير كوسه ماما، خليني بلش فيه. هذول كفوف والله مناحمي ماشي حالهم، لا شو بهم احسن من هدول. بدك تجيب منهم بدل البودره؟ ما تفرق والله هدول حبيتهم كمان. كله بيمشي. هداك انا شو عم بصير عم بطلب من هدول سمول فعم يجوا ضيقين على الايد، فخلص بصير اطلب منهم ميديوم مناح على ايدي يعني، مو ايدي صغيره، فانا بطلب سمول بالعاده. بس من هدول لانه فيهم شو اسمه فيهم بودره. في حدا قال لي انه بسمار، لا ما انا بسمار هاي اللي بايدي. عرق وعائد يعني، عرفتوا؟ زي فرشيكم سلبيا توجعني اليوم. ما رح يبين على التصوير مستحيل. شوفوا هو هون تماما، شايفين هيك؟ بدي اركز هون هيك يعني، اذا بضغط بتوجعني. انا في عندي هون وانا هون عندي هدول هيك بيجوا انه بس بينشالوا هدول عادي، ما بيزعجوني هدول اللي هون، بس هذا اللي بالنص عقد يعني هيك مزعج كثير. بحس فيه لما بضغط باصبعتي بحس هيك مثل كتله صغيره، عرفتوا علي؟ والله معك حق، الاهتمام حلو بالواحد انه شعره ثيابه ميك اب. هلا لما كنت بعمل بنوتك اكيد ما كنت احط ميك اب 13 سنه، لا ما كنت احط. الشعر ايه معك حق انه تهتم بحالها بشعراتها بنظافتها الشخصيه، ما في احلى من الواحد يهتم بحاله. انا بتذكر بلشت يمكن امي قديش كان عمري انه اول كنت عم تبلشي تعملي بشعرك؟ ايه انا كثير انت بالصف الثاني انت لحالك بتقومي تمشطي تعملي جد اولاد؟
هلا امي اكيد كانت تعمل لي شعر، مو انه ما بس انت بتعمل. تعلمتي بسرعة ماما. لاني انا كثير تلاقي هواية بالشعر. لا. ايه بحب الشعر، بحب الاظافير، يعني غرامي، عرفتوا؟ يعني كنت بساعدك بالصف الثاني بالصف الثالث لحالتي. ولا شيء ابدا. شايفين هاي الجدولة اللي بعملها لوحدي المخفية او السمبلة، ما بعرف شو بتسموها، هاي على طول انا بعملها بس لورا تكون وحدة بس، هاي لوحدي تعلمتها. كان في رفيقة عند ماما اسمها ريما، ما شاء الله جمال شعرها، طول عيون، كلها حلوة ما شاء الله عنها. كنت اطلع فيها متخيل من انا وصغير، لا انت كيف عم تعملي شعراتك؟ هي والله من كثر ما اشوفها ضليت لتعلمتها لوحدي. كثير بحب. صحتين حبيبي هيك كأنه امي انا لازم اعملها شو اثنين. كنت عم تحكي؟ عن الشعر والاهتمام، والله هي كثيرة. لا كثير. ها؟ ليه؟ شو بدك عايش كنا عم نحكي ليش؟ كملوا الحديث يعني كملوا. عم نحكي على الاهتمام، انه الواحد يهتم بحاله بشعره وميك اب، انه حلو الواحد انه يضل يهتم بحاله من الصغر، يعني الواحد يتعلم بهذا الشيء. فامي عم بقول انه انا لما كنت صغيره كنت احب كثير اعمل شعراتي، وتعلمت انه هاي الجدوله لوحدي من رفيقتها لماما. ايه شو بدك؟ سلامتك. ماما ما زالت حشوه للفليفله مو؟ لا. لو فليفلاي وحده الزلمه بس. اللي اول ما بيسمع حديث نسوان جا طاير. ما لانه السلق اخذ الحشوه. والله امي بدنا نزيدها على الحشوه لانه حتى السلق ما راح يكفي. يلا حبيباتي يا مان. انا السلق هي ثاني مره بلف السلق، هذيك المره شكلي يمكن لفيته غلط، ما بعرف. قلت لي ماما انه لازم تلفيه على هي الجهه،